السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عندنا وصفة حلوة جدا جدا. الوصفة دي سكراب للاماكن اللي فيها غوامق، زي مثلا الاماكن دي اللي هي العقل بتاعت الصوابع، الكوع، الركب، المناطق اللي فيها غمقان. ما تنفعش ابدا 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 لمناطق حساسة، ممكن تسبب حساسيه لاي حد. ما ينفعش ابدا لاي حد عنده غمقان في منطقه حساسه تقول استخدمها. انا دلوقتي قلت اصور لكم المقدمه، وبعد كده انا هصور لكم دلوقتي على ايد حد تاني يعني عشان تبقوا شايفين الوصفه اكتر وانا بشرحها. دلوقتي يا جماعه معانا اهي الوصفه. ده معلقه نشا وليمونه. شفتوا اسهل من كده؟ مفيش. هجيب بقى، طبعا دي مش ايديا، البنت يعني، وادي النشا. كل اللي بعمله ايه اهي، احط كده في النشا تمام، وباجي على ايديها وهعمل كده، احط النشا كده. طبعا بتهتمي اكتر بالعقل اللي هي دي، طبعا على كوع بقى، على ركب، طبعا على الضوافر. ده برضو علاج حلو قوي للضوافر، الليمون ممتاز للضوافر. تاني يا جماعه بكرر، ما ينفعش الغمقان المناطق الحساسه. ده ان شاء الله هبقى اعمل لكم عليه باذن الله ماسك طبيعي كده وسهل قوي اهو. بس كل اللي بتعمليه ان انت بتسيبيه شويه على ايديكي، قد مثلا 10 دقايق كده، 5 دقايق 10 دقايق كده، وبعدين بتروحي ايه شاطفه ايديكي بس كده. عايزه اقول لكم ده ممتاز لو انت جربتيه مثلا مره واحده في الاسبوع. مش قادره اقول لك العقل اللي هنا دي بيفتحها وبتبقى خطيره. فاستمروا على الوصفه دي هتلاقوها ممتازه. يلا نروح نغسل لها ايديها ونرجع لكم تاني. غسلنا ايديها بقى يا جماعه اهو. طبعا هي طفله صغيره مش هطلعها. بصوا دي اللي اتعملت ودي التانيه اللي ما اتعملتش تمام. طبعا الفرق هيبقى اعلى واعلى كل مره بتستخدميها. بصراحه هي ممتازه، يعني لو انت استخدمتيها مره واحده بس في الاسبوع ممتازه. كل التكلفه معلقه نشا، نص ليمونه، بس كده. تمسكيها كده تفركي الايدين وتفركي الكوع والركبه وخلاص على كده. ما تصلحش لكلف الحمل، مش هتروح قوي. كلف الحمل يا جماعه بنسيبه خالص، ما بنجيش جنبه خالص. سيبك من اي هري، خدي كريم معرفش ايه فتح خدي، لا. كلنا اتعرضنا للحاجات دي يعني، مفيش الكلام ده. بعد الولاده ان شاء الله في خلال 6 شهور بتلاقيه راح لوحده. بالعكس انت لما بتحطي عليه حاجات بيزيد بعد كده وبيبقى اسوأ. بعد الولاده في خلال 6 شهور هتلاقيه راح لوحده، مفيهوش اي ضرر خالص، لان هي حاجه طارئه على الجلد وراحت. الا بقى لو فضلت التصبغات موجوده حوالين الرقبه بكتر قوي وما راحتش، دي ساعتها محتاجه حاجات تانية تجميليه بقى ممكن اقول لكم عليها. لكن قصه ان انا وانا حامل اقعد احط معرفش وصفات ايه، واول ما اولد احط وصفات ايه، انت كده بتدي علامه للجلد ان هو ما يضيعش الكلف ده. لا، سيبيه براحته، هو هيطرده، هو هيوديه لوحده، ما تتدخليش فيه خالص. دي بس معلومه كده حبيت اقولها لكم. ان شاء الله انتظروني في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.